طريقة النابلسية سهلة جدا وبسيطة. عندنا المكونين الأساسيين كنافة وجبنة عكاوي وعليها شوية جبنة موتزاريلا. الكنافة دي محطوطة في الفريزر تمام عشان نفركها دلوقتي وتبقى ناعمة. بس بتفرك ازاي بسهولة؟ لأن احنا عايزين نعمل كنافة ما تبقاش خشنة أوي ما تبقاش ناعمة أوي. طيب الكنافة النابلسية بتبقى لونها برتقاني، بيتضاف لها ايه؟ لون طعام سواء سايل أو بودر. أنا النهاردة عندي لون طعام بودر، ده بيتجاب من عند العطار او محل الحلويات اهو. ونقلبها كده كويس وهنضيف لها شوية زبدة سايحة. نحاول ندخل الزبدة كلها كده جوه الكنافة بالشكل ده. هنجيب صينية نحط لها مادة دهنية، نحط لها شوية سمنة في قعر الصينية والجناب كويس جدا. بعد كده هنفرد فيها الكنافة بتاعتنا. ده الشكل بعد ما فردنا الكنافة في الصينية. طبعا أهم حاجة لازم كله يبقى سوا واحد، متبقاش حتة عالية أو حتة واطية. بعد كده هنجيب صينية أصغر شوية وهنكبس الكنافة جامد. بعد ما فردنا وكبسناها كويس هنجيب الجبنة. طب ما عندناش جبنة عكاوي هنعمل ايه؟ نحط جبنة موتزاريلا، نحط أي نوع بس ما يكونش فيه ملح. هنجهز صينية نحط فيها شوية زيت بسيط جدا كده. خلاص الكنافة هتطلع من الفرن. ده شكل الكنافة، هنقلبها. ده شكل بعد ما اتقلبت. هنحطها على النار حاجة بسيطة جدا عشان الجبنة تبتدي تسيح كويس، وبعد كده هنسقيها بالشربات. دلوقتي هنبدأ نسقيها بالشربات. الشربات يكون خفيف ودافي.